ازاي يوم الدحيح بيمشي في رمضان؟ باعتباري كنت دحيح اتعينت معيد في الجامعة وبعمل ماستر دلوقتي. هقول لك يومي في رمضان كان بيمشي ازاي. اول حاجة بروح الجامعة، ما عنديش اي مشكلة. اخلص يومي الساعة 2 الساعة 1 الساعة 12 وارجع انام ساعتين. الساعتين دول اللي فيهم الفايدة كله، بحيث ان انت بتقعد اول ما الفطار او اول ما المغرب يأذن بقعد ان انا افطر، ثم اقعد اذاكر لحد العشاء، ثم انزل اصلي التراويح وابدا من بعد التراويح رحلة مذاكرة من أول التراويح لحد الساعة 2 أو الساعة 1 أو الساعة 3، وابتدي أنام الأربع خمس ساعات بتوعي، أصحى الساعة 8 أروح الجامعة واليوم يتكرر. طيب، عايز أقول لك إن الكام ساعة اللي بيكونوا بعد صلاة التراويح دول بيكون فيهم كمية بركة لا تتخيلها، لا تتخيلها. طيب، وأنا بذاكر عشان ما أزهقش أو عشان أنا ما أسرحش، بتشرب قهوة؟ تحبها؟ اشرب قهوة، اشرب شاي، اشرب نسكافيه. الفكره، انا دايما بقول ان المذاكره مود. يعني ايه مود؟ انت لازم مودك يكون كويس وانت قاعد بتذاكر. لو انت جاي تذاكر ومودك مش كويس مش هتنتج. طب انا بذاكر ازاي؟ ورق وقلم، نظري بحفظ مسائل بطلع الجبن واحل، هي كده، ورقه وقلم. بالعين ما عمرك ما هتجيب حاجه. طيب تاني، المذاكره مود، لازم مودك يكون كويس. طيب، ما مودي مش كويس، انا دلوقتي مودي مش كويس، في اغاني بتحب تسمعها اسمعها، في فيديو بتحب تتفرج عليه اتفرج عليه، في حد معين بتحب ان انت تشوفه او تسمعه اسمعه. انا عايزك توصل في النهايه انت قاعد مودك كويس، مودك مستقر، دماغك مستقره، دماغك في اللي انت بتذاكره ده عشان تطلع كويس. ما تشغلش بالك باي حد بره دايره حياتك، ما تشغلش بالك مين عرف مين ومين كلم مين ومين عمل مين. تليفونك لازم تعمل شت داون وانت بتذاكر. ان جنرال عموما في رمضان او في غيره لازم تليفونك يكون مقفول، لازم يكون مقفول. معاك برنامج صغير فكرك بالاذكار، وتملي اعرف ان اللي بيسعى ربنا بيكافئه يعني.